الله الله الله، دي هتبقى رحلة بقى. احنا ما اتفقناش على كده يا يحيى. مين كل دول؟ أكيد مش هنسيب يحيى لوحده، ومش هنسمح لكم تأذوه زي ما أذته والدته. معلش يا بابا، أنا آسف يا أستاذ عصام. أنا فعلا اتفقت معاهم إني هروح لوحدي، وكمان أظن إن ماما محتاجاك معاها يا بابا، وإنت كمان يا أستاذ عصام. أظن بابا ممكن يحتاج لك وإحنا مش موجودين. يحتاج لي؟ يحتاج لي أنا؟ يلا يلا، مفيش وقت، عاوزين نخلص المهمة بسرعة ونرجع. أنا آسفة يا أستاذ، بس أنا ماليش في مشاكلكم الإجرامية. أنا كنت بحاول أساعد الأسرة الجميلة دي، وعاوز أطلب طلب. ممكن بس أجي وأتفرج من بعيد معاكم؟ هو إيه اللي تتفرجي من بعيد؟ أنت رايحة السيما؟ وانا هبقى معاكي نتفرج سوا ونسيبهم هما لمهمتهم، وبالمرة اعرفك على سينو. سينو؟ هتشوفيه كمان شوية. إيه العالم اللي رايحة تتعرف على بعض دي؟ يلا خلونا نخلص، الأتوبيس هيفوتنا. وأنت حسان خليك هنا عشان لو حد اتكلم ترد عليه، وتخلي بالك كويس من في عيوني. اتروعا بابا! يا لهوي، إيه الحلاوة دي؟ مش قلتلك مش أي بوابة. سلام بقى. سلام. ها؟ ناولني الكاس ده. وأنا كمان. بص بيعمل ايه؟ بص ايه ده؟ ده هيشرب من الخوذة. ايه ده؟ ايه ده؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ده هيشرب بجد. طول عمره بيضحك. اللي فيكم شرب من كاس من النحاس هيحكم كمت في يوم من الأيام. يعني ايه يحكم؟ مستحيل. وعلى ايديه هتتحقق الانتصارات. ايه ده؟ هو اللي بيشرب من كاس من نحاس؟ يعني ايه يحكم لوحده من غيرنا؟ احنا مش هنسكت. انا مش هقبل بكده. لازم نخلص منه. يلا
مولاي الملك، النبوءة. تفتكر؟ محتاج ايه اكتر من كده يحقق لك النبوءة؟ اسطولك هزم الاشوريين، ودلوقتي جيشك بيطردهم من الدلتا كلها. لسه ما قضيتش عليهم كلهم، ولسه الكوشيين اللي سيطروا على طيبة والجنوب كله. على ايدك يا مولاي، مصر هترجع لوحدتها من تاني. أتمنى فعلا أشوف اليوم ده، أكون رجعت الوالد الحاكم نخاو حقه بعد ما اتقتل غدر، وعرش مصر يرجع للمصريين، وساعتها أكون اتأكدت إن النبوءة اتحققت. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يا بروفيسور جميلة فوقي بقى، هنا مفيش دكاترة، مش هنعرف نعمل لك حاجة. ايه ده؟ هي خايفة كده ليه؟ امسكي نفسك امال. امسك انت نفسك الاول يا اخي، هنروح في داهيه كده. انت بتقول ايه؟ ما اقصدش يا استاذ فضولي، انا بقول لك يعني ما تخافش، اصل احنا شفنا المناظر دي كتير قبل كده. هو فين نونيا؟ معقول هبقى في المغامرة دي لوحدي؟ ايه ده؟ كده يا يحيى. سينو، يوبا أنا زهقت. انت وحشتني قوي. وانت كمان يا يحيى وحشتني قوي، انت وفتاة كلمة السمراء الجميلة كنوز. وحشتني قوي يا سينو، بس مش عارفة أسلم عليك. بروفيسور جميلة كل مرة يغمى عليها فوق كتفي. ايه ده؟ واضح انك عامل رحلة للعالم القديم يا يحيى. مين الناس دي كلها؟ الموضوع كبير ومفيش وقت تحكيلي كده. انا اتأكدت انك عامل مصيبة كبيرة. ايه الجديد؟ بعمل مصايب وانت بتبقى معايا. ها، ولا اقول لنونيا؟ ايه ده؟ نونيا؟ عرفت نونيا منين؟ هي ظهرت لك؟ وبقينا اصحاب كمان، وقالت لي ان سحرك محدود يا عيني. يحيى انا ما اسمحلكش، انت بتكلم سينو الرجل المدهش اللي انقذك كتير وياما قالك معلومات. كل الحكاية اني مهمل شوية، والملك رمسيس مش عاوز يزود قدراتي السحرية. طب قولي بقى، انا عارف اننا في زمن الملك بسمتيك الاول، وعاوز اروح معاه حملة طيبة. طيبة؟ ده الملك لسه هيدخل منطقة الدلتا يا يحيى، الحكاية لسه في أولها. خلينا نكسب وقت، بس الأول قولي ايه موضوع النبوءة اللي الملك كان بيتكلم عنه؟ يا دي حكاية طويلة يا يحيى،